في فيديو النهارده هنتكلم عن المتأهلين الى الإليميشن تشامبر، وهنتكلم عن الشخص الغامض او الكائن اللي جوه البوكس اللي قالوا اعلنوا عنه الرول اللي فات، وهنتكلم عن برضه ماتش سي ام بانك وفين بالر، ويا ترى يا ترى يا ترى فين بالر هيكسب سي ام بانك ولا لا. انا محمود اسماعيل، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم بقى وبتاع، احنا رامز جلال ولا قاعدين على ايدي ولا احنا بكم منكم ولا العايدين والفايزين وصوم مقبولا وسيمون شهيه. لو ده ثاني يوم رمضان عندكم، فاحنا اول يوم عشان احنا مش اي حد، واحنا مش زي اي حد. اول حاجه نتكلم عليها المتاهلين للإليميشن تشامبر. لحد دلوقتي فاضل 2 عند الرجاله و2 عند الستات. الاثنين باقيين عند الرجاله. اول ماتش هيبقى في السماك داون اللي جاي اللي هو الجمعه ده، ماتش سماك داون للتاهل كارميلو هيز، ريك ويليامز وديمين بريست. توقع شخصي انا بقوله ريك ويليامز. نفسي مين يكسب؟ كارميلو هيز لانه احسن بكتير، بس هم شايف الشركه توجهها ان هي تخلي ريك ويليامز دريم غصب عننا، ما فيهوش غير داخله جي اوسو 2.0. توقع مين يعني؟ الحمد لله ياسر سمح لي ان انا اتكلم واتوقع. اظن هي مش هتطلع بره كارميلو هيز وتريك ويليامز، ليه؟ ان هم اغمى اثنين، فممكن نقول تريك ويليامز. اتمنى بجد يتوقع يطلع غلط وكارميلو هيز يكسب، هو ما يستحق اكتر. نيجي بقى ناحيه الرو. عندنا ايه الماتش ده؟ برونس ريد وجي اوسو والجراندي امريكانو. الاصل المشكله انا عارف مين هيكسب، هقول لكم ليه. لو جينا عند جراندي امريكانو اللي هو اقل واحد ممكن يكسب، ليه؟ لان هو عنده عداوه مع جراندي امريكانو الثاني، وزي الرول اللي فات لما جراندي امريكانو الاصلي خسروا في الماتش، ولا مش عارف مين اللي خسر مين، انا اتلخبطت، بس هو هيتدخل وهيخسروا في الماتش وهيحرمهم من الفرصه. ونيجي بقى الناحيه الثانيه عند الناحيه الاتقل، يعني برونس ريد. برونس ريد بقى اتقل، برونس ريد فاهم؟ ضحكت بس قلت انا اللي هبروسها لو ضحكت. عند برونس ريد بقى نفس الكلام برضه اللي عند جراندي امريكانو، في شخص مجهول المقنع فهيهاجم برونس ريد برضه، هيخسروا فرصته. هيتبقى معانا مين؟ جاي اوسو. وده تحليل منطقي على سرد الاحداث بتاعت الدبليو. هل ده انا نفسي فيه؟ لا، خرا يقرف، بس ده تحليل منطقي وتوقع. واتمنى المره دي تريبل اتش ما يمشيش بالمنطقيه. اتمنى في مره ما يعني ما يدخلش الجراند امريكانو، مع انه المفروض يخش لان هو بيكلف الماتش، لان هم بينهم عداوه. بس لا، انا عايز غباء هنا يحصل، والجراند امريكانو يكسب ولا برونس ريد. ما عنديش مشكله مع الاثنين عامه، بس اتمنى برونس ريد يعني عشان يبقى في ميكس في الماتش بتاع مش تشامبر، واحد تقيل واحد رفيع وواحد بيتنطط وكده. انت تتوقع ايه عليه؟ اظن جي اوسو عشان العرض يبقى فيه شويه رقص، تريك ويليامز وجي اوسو الناس دخل دي فيها نص ساعه دخلات. ده وجهه، ده بفكر بقى من الناحيه ايه الماديه، بحللكم من ناحيه المصارعه اللي مش لازمه يعني. هو تريك ويليامز وجي اوسو عشان يرقصوا نص ساعه. بالنسبه للبنات هنمشي فيهم بسرعه قوي عشان انا ما اعرفش يعني سر الاحداث ايه، فنختار احسن اسامي خلاص. سماك داون فيها شارلوت فلير ونيا جاكس وكيانا جيمس اللي هي المانجر بتاعت جوليا. اكيد لا، نيا جاكس كبيره قوي على النيشن تشامبر، مش هتعرف تعدي اصلا من البوابه الكيتش شايف اللي عليها. ايوه، فاكيد شارلوت فلير. انت طبعا معايا شارلوت فلير ماشي. 2 شارلوت فلير. بالنسبه للرو في في 2 يابانيين، في سكاي وكاري سين وراكيدا ديجز. توقعي الشخصي سكاي عشان ريا ريبلي اتأهلت، فيحصل اي كلاش ما بينهم، يساعدوا بعض وكده، والحاجات اللي بيعملوها دي. معايا 2 شارلوت فلير. معاك 2 شارلوت فلير. نيجي بقى للفنكوش الصندوق. انا هسيبك تتكلم عن الصندوق بتاع مين ولا ايه حكايته ولا ايه. الصندوق ما فيهوش ولا ايدج ولا كريس جيريكو. ليه؟ لان صحيفه فايتفول قالت، يلا ضحكت ليه؟ قالت ان ايدج لسه الكونتراكت بتاعه مع الاليت، ممكن تبقى خدعه ومكيده، بس احنا ماشيين زي ما الناس بتقول. فهي لو خدعه ومكيده فهو كريس جيريكو هو المرشح الاول ان هو يكون محبوس جوه، بس انا بقول لا، ولا كريس جيريكو ولا ايدج. انا حاسسها مش انسان ليه عادي كل ده جوه، فاهم؟ واستنى هيموت. دي مصارعه عادي، بصراحه ما هيموت برضه تمثيل عادي يا ابني، عادي، ما فيش اكسجين جوه. هم عارف مين جوه؟ الديمون كينج. الديمون كينج قاعد جوه، لان ده مش انسان، مش كده مش محتاج ثاني اكسيد خريون. فهو كده والله ما هو اسماعيل ان هو كده مش محتاج يتنفس، فهو هيلبس فين بالور. ايه ده؟ ازاي كده في رمضان الشياطين بتتسلل؟ المهم مش عندهمش رمضان، ما عندهمش رمضان، هو رمضان بيخلص لحد السعوديه. فالمهم يعني او لحد العجم يعني. فهو ده يعني الشخصيه بتاعت ديمون كينج هي اللي جوه. هتلاقي فين بالور جوه كده، وهو ديمون كينج اول ما قرب يخسر لابسه ويفتح مثلا اي حاجه في صندوق، الروح الشيطانيه تطلع من الصندوق تلبس فين بالور. اقسم بالله جسم لوك سنات فينس ماكمان وهو بيخرج. والله حلو. بعد الهري اللي علي قاله، انا اتوقع ان مفيش اي حاجه تطلع فيه، حاجه متخلفه جدا، ودي مجرد ايه، ستة وزنبليطه، اللي هو احنا عاملين صندوق، عاملين مفاجاه في الشامبر، فتعالى عشان تشوفها، او يفتح العرض عشان تشوفها. هتفتح امتى؟ هيتسوى معاه ايه؟ لما يوصل سماك داون ايه اللي هيحصل؟ اي فكره. هيوصل سماك داون نيك الدس ده رجعه تاني الرو، هيوصل الرو يقول لك المين في نيكس تي لحد ما نوصل. ده مكتوب على 28 وايه اللي يوم 28 اليمينيشن جامبر. طب نفتحه هناك ساعتها. طب ليه نفتحه دلوقتي؟ حاجه بقى متخلفه بقى، هيبقى سيناريو عبثي جدا، بس اي حاجه تمشي الدنيا، فاهم؟ اي حاجه تكلفه انجل، حاجه رخيصه جدا. حاجه رخيصه بجد. يعني انت ميستري راجل ميستري، الصندوق الميستري،
الميستري هي ميستري. هي تظبط قوي لو فيها مثلا ايه، مش هقول لك عوده او شخص يطلع، لا حد يعني حد بقيمه ايدج او كريس جيريكو اللي هو واو ان كل ده معمول عشان كده، ساعتها حلوه. غير كده لو طلع مثلا جريسون وولر ولا طلع اي حد من العيال اللي معاتيه دي محدش هيهتم بجنيه. انت عارف لو ممكن طلع باور هاوس هوبس ده اللي مش عايز يطلع في العروض ده ادي هبله برضه مش لازم، هو طلع في الروس طلع الرويال في رامبل، في إيه الهبل ده؟ عارف ممكن تبقى ايه برضه جه في دماغي دلوقتي؟ عندي اخوات واقفين برنا على الكباسات، ما نجيبش راجع في الحكايه. نيجي في الحاجات اللي كلنا وبالذات فانزات فين بره نفسها تحصل وبالعقل يعني. تعالى كده بس بالعقل يعني فاهمك حاجه، بس عشان انت متمني حاجه ممكن تحصل. هتقول لي ما ممكن تحصل كده، هقول لك ازاي سيم بانك هيخسر اللقب بتاعه قبل ما يخش راس المنيا وهم اصلا بانيين راس المنيا كلها على سيم بانك ورومان، مفيش حاجه عندهم غيرها. هتقول لي ما عادي ممكن يكسبها ويخسرها بعدين في اسبوع عشان سيم بانك يبقى عنده ماتش قاعد حلو جميل نفسي تحصل، بس مش انا بقول لك صعب اهو. يعني صعب أوي. انت بتحلم. انا حاسس ان انا بكلم الناس اللي عندها امل وبكلم نفسي عشان عندي امل من جوايا، فاهمين قصدي؟ موضوع صعب. هتقول لي ليه طيب لعب الماتش ده تاني؟ عشان يديك امل، عشان يخليك تفتح العروض، عشان يخليك تتفرج على الشامبر اللي هو ايه ده، دي تاني مره كده يلعبوا الماتش ده، هل فيها امل ان فين بيلر يكسب؟ هو ده هيفرمل وهيبقى تالت مره، بس بعد فتره يقول لك التالتة تبقى احنا بقى كمشاهدين التالتة تبقى هياخد الانتر كونتيننتال ان شاء يا رب ياخد يا رب ياخد الحزام الزميد فاهم. فهو ايه التيزنج فاكر حاجات زمان دي. استنى تعالى حاجه في منتهى رب الجلال يعني والله على الفطار. الماتش ده معمول ببساطه علشان الجادجمنت دي تتفكك او دومينيك ميستيريو يقلب على فين بره. عارف لو ما قلبش عليه قلب صريحه ضربه بالكرسي في ظهره او حاجه هيقلب عليه ازاي؟ ممكن يسبب في الخساره اللي هو ايه، هينادي عليه يا فن بص لي، فيبص له فيقوم سين باك ميديو جي تي اس حاجه في منطقه تخلو. انا حاسس ان ده هيحصل. انا حاسس ان دي مش اول مره تحصل بس انا مش فاكر امتى. بتحصل كتير وهم جبنه. ما تقفل يا ابني، ما تخلص بناء المخره ده اصلا هتغدر بيه، يغدر على طول ادي بالكرسي في دماغه انجز. دلوقتي جادجمنت دي بنات اكتر من ولاد. انا حاسس ان هو فاكشن بناتي معاهم 2 ولد بودي جاردات او ولد يعني ولد ونص. هم 3 مين ولد؟ جيدي ماكدونالد كان متصاب. انا قلت عشان انا شفت بنات اكتر يا عم ما فرقتش 2 ونص بنات اكتر. فده الماتش اللي هيحصل فيه من الاخر، هيبقى فيه غضرب فين بالور وهنمني بقى بعدين ان فين بالور ضد دومينيك ميستيريو على لقب الانتر كونتيننتال ان شاء الله في راس المنيا، وهيخسر برضه. انت فاكر ان هو يكسب دومينيك في راس المنيا؟ ده دومينيك. نيجي عند البنات التيفي تايم بس مش حاجه ثانيه، يا تيفي يا ريا ريبلي بس يعني. وانا شايف ان الصح يتعمل ان ريا تحاول تكسب او حاجه ويبقى يحصل فيها تشوش مع ايو سكاي وما يكسبوش، لان اغلبيه الماتشات دي لما 2 تاكتين بيخشوا فيها وبيحبوا بعض بيطيروا بعض. فاهم مين قصدي؟ زي الرويال رامبل لما حصل مع تشارلوت فلير واليكسا بليس، وفي برضه تشارلوت فلير واليكسا بليس. لو تشارلوت كسبت برضه هتبقى مع اليكسا بليس، بس انا اتوقع يعني عشان اللي في حالها واخده دفعات لاسباب كلنا عارفينها تيفني صح 2 تفرق. بالنسبه للإليمينيشن تشامبر الرجاله مشكلتها السنه دي ان هي محروقه جدا. انت عندك مين مشارك؟ خليك معايا. عندك الي نايت الي نايت بره الدنيا كده. الي نايت، راندي، كودي، جون ايفنز لسه متاهل. باقي الاسماء اللي احنا قلناها اللي هتتاهل اللي هم جي يوسو تمام وتريك ويليامز. الستة دول بالله عليك من الست دول مين اللي هيكسب من الشامبر؟ انا هديك ثانيته. ايوه هو كودي، خلاص تمام كفايه عليك. كودي اللي هيكسب طبيعي جدا. ما تقوليش راندي هيكسب ازاي؟ راندي بيتضرب على قفاه. راندي يروح السعوديه يروح يتصور مع الناس يضحك شويه يقعد يعمل كده زي اللي هبل يقعد يقول لك اركيو الحاجات دي. ده اخر راندي خلصت خلاص كده مع راندي. مفيش حد غير كودي، وكودي لازم يكسب عشان يكمل عداوته مع درو ماكنتاير اللي هو يخرب بيت الحرق. الا حاجه بسيطه حصلت وتغير الخطه دي عشان ماتش كودي ودرو وجيكا فاتو مش مؤكد 100%. ممكن يحصل حاجه سكه ثانيه تودي كودي تبقى احلى بكتير، وهي كيفن اونز يرجع. انا نفسي احتماليتها قد ايه؟ 10% بس موجوده، بس هي احتماليتها اكتر من فين بالور يكسب عامه يعني. اولي نايت تكسب ايه اولي نايت تكسب يعني الاثنين دول. كيفن اونز يرجع ويدي ستانر ويموت كودي وكودي ما يموتش في الاخر، بس هو كيفن اونز يجي احتماليته اكبر من احتماليه الي نايت تكسب زائد احتماليه فين بالور يكسب. 2 مع بعض يعني. شوف 2 مع بعض ما يكملش 10%. طب لو حصل كده مين يكسب بقى مش الشامبر؟ لو شلنا كودي من الحسبه مين يكسب من 5 مبدئيين؟ انا حاسس سيناريو كوفي كينغستون وايدج ممكن يحصل، ان هو كيفن اونز هيرجع هيل يكسر حد من الناس اللي ذو البشره السمراء اصل كوفي كينغستون يعني، ويخش هو اسمه شامبيون. دي لو حصلت دي انا عارف ان انا هغطيها وانا نايم،
لان والله حاجه، اصل هو دلوقتي بخه بيرجع حاجات قديمه، أيوة. فاهم؟ دلوقتي جونتر وريمستيريو عايزين يقعدوا مع بعض عشان جريك كالي والحاجات دي، ميستري شيت، فهو عمال يرجع حاجات. انت متكيف، انت متكيف. كمل طيب يا ابني محمود اسماعيل يا ابني. بس فانا حاسس ان هو خلاص بقى فيه كسل، وهو ما عندهاش عنده اي افكار، مش عارف يعمل سوبر ستار، فيشوف مين ابوه وعمه المجال بالنسبه له. مش توني خان ولكن فينس شاكمان. احنا عاملين فيديو عشان نحلم معاكم، احلموا معانا في الكومنتات وقولوا لنا توقعاتكم ونفسكم ايه يحصل، محدش يحلم معايا. علشان الفيديوهات الجايه هنتكلم اكتر عن الطريق لراس المانيا وايه اللي ممكن يحصل عشان نغير راس المانيا ونخليها أحسن. طالما مفيش خطط جاهزه غير رومان وسين بانك، احنا ممكن نعمل لكم راس المانيا احسن مننا بكتير. فلو عجبكم الفيديو ده اعمل لايك وكومنت وسبسكرايب عشان احنا يعني تعبانين والله خالص. اشوف وشك بخير. أنا ماشي